السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين وبخير عشان خاطر عيد الأضحى. أعداء الله علينا باليمن والبركات. معلش يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده انا صوتي تعبني شوية. الحمد لله. وبسم الله ما شاء الله، مع بعض كده هنقدم طبق فتة مصري، أحلى طبق فتة. رز مفلفل، صلصة جميلة كده ريحتها تجيب آخر الجيران. زي ما انتم شايفين انا كده عملت طبق. انا ما عملتش الصينيه ليه؟ لان انا عيالي في الشغل، في بيروح في بيجي، فطبعا الدنيا حر، ما اقدرش اعمل كميه كبيره، فبعمل كل واحد على قد طبقه كده، لان الاهدار في الاكل حرام. طبعا لازم نحافظ على النعمه اللي ربنا ادهالنا. ونغسل الرز كده بتاعنا غسله كويسه ونصفيه، وقبل اي حاجه نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، عشان الحاجة يحصل فيها بركة كده وتبقى زايدة وجميلة وتقضي بسم الله ما شاء الله بالبركة. نغسل الرز بتاعنا كده غسلة كويسة ونشطفه كويس ونصفيه طبعا من المية اللي فيه. اهو كده انا غسلته معاكم وبصفيه اهو. استنى لغاية ما يتصفى كويس. وبعدين ايه نحضر باقي الحاجة مع بعض. اهو اجيب شوية زيت كده كويسين احطهم في حلة يسخنوا، وانزل عليهم بالرز بتاعنا. اقلب الرز بتاعنا كويس عشان خاطر يتشمع من الزيت، كل الرز كده يتشمع ويشرب الزيت، يتغلف يعني. نقلب كده من تحت لفوق ومن كل الجوانب كده، نقلب تقليبه كويسه لغايه ما الرز كله كده ينشف من الميه اللي فيه اللي احنا كنا غاسلينه منها، ويتشمع بالزيت، يبقى لونه كده بيلمع كده وبيبرق. نقلب كده يا حبايب قلبي. ربنا يبارك يا رب في اكلكم وفي شربكم، وتقري بقى اللي انت عايزاه كده على الاكل كده وانت بتعملي في المطبخ، عشان تحل عليه البركه، بركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهو كده قلبت الرز بتاعنا من فوق لتحت ومن الجوانب. طبعا ايه، هو بيبقى على نار متوسطه. دي معلقه ملح، وانت بقى تظبطي الملح حسب ما انت عايزه. نقلب بقى الملح كده برضو مع بعض. كده نقلبه كويس عشان نتاكد ان الملح يعني نزل في الرز. اهو قلبي قلبي كده. بعدين انا كنت يعني مجهزه اللحمه والشوربه، بسم الله ما شاء الله. دي لحمه عجل دسمه وجميله، بصوا شايفين الشوربه عامله ازاي. كنت حاطه فيها طبعا طماطمايه وبصلايه ومعلقه سكر قبل ما احط الملح، عشان اللحمه بتاعتنا تستوي كويس. اللهم بارك اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نشكر الله كده على الاكل بتاعنا. اهو يا حبايبي، هي كده اللحمه بتاعتي مستويه وزي الفل زي العسل. ننزل بقى بالشوربه وحاسبي احسن تتلسعي. ننزل بالشوربه بتاعتنا كده على الرز. عايزه تعرفي مقدار الشوربه، بعد ما تخلصي الشوربه اللي انت بتحطيها دي، هاتي المعلقه وغرزيها كده في قلب الرز، عند راس المعلقه كده تبقى فوق الرز كده كده انت ظبطتي الشوربه بتاعتك. اهو يا حبايبي زي ما انتوا يعني شايفين الشوربه بقت لغايه فين كده، اهو فوق اهو. ولو عايزه شوربه كمان حطي لها، ده حسب نوع الرز. في رز بيشرب، في رز بيفضل يعني ايه يستوي بالشوربه اللي هي من فوق ديت كده، يعني لغايه الكميه اللي انت حطاها. في رز بتفضلي تحطي له تسقسقي له كده لغايه ما يستوي. ظبطي بقى ملحك ودنيتك وغطي على الرز. طبعا لما يشرب الشوربه بتاعته تخليه على نار هاديه كده، زي دمعه العين كده، خليها هادي، النار بتاعتنا هاديه. بعد ما الرز يشرب الشوربه بتاعته، هو كده خلاص اهو. انا دلوقتي بضيف ايه؟
دي بقى ايه السر بتاع الرز بتاعنا. دي معلقة توم مفروم بتدي طعم حلو اوي، تست حلو اوي في الرز، تخليه كده ريحته ايه يجيب الجيران، مفحفحة اهو. انا كده زودت كمان حتة توم، انا بحب التوم في الرز كده كتير، بيديله طعم حلو وريحة حلوة كده. خلاص كده الرز بتاعنا اهو، خلاص كده فاضل له دقيقتين 3 ويتشمع بقى ويبقى مفلفل وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. نقلب كده من تحت لفوق عشان خاطر ايه يتسوى كله حته واحده. نغطي بقى عليه. وانا كنت مجهزه الصلصه بسم الله ما شاء الله، كنت عامله معاكم على القناه تفريز الصلصه بسم الله ما شاء الله. شوفوا حمرا ازاي، مصفيه وزي الفل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا الصلصه بتاعتنا الله اكبر حمرا دم، وطبعا حاطين عليها معلقه سكر. دي بقى توميه راس توم كبيره حلوه كده، قشرناها وقطعناها وهنفرمها، فرمناها فرم ناعم، توميه محترمه كده يعني. بعد ما قشرنا التومه بتاعتنا هنجيب طاسه نحط فيها ايه حبه زيت محترمين برضو كده، زي ايه كميه حلوه كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. حطينا الزيت بتاعنا، نستنى عليه كده لما يسخن. يسخن بقى كده ونروح ضايفين ايه التوم بتاعنا المفروم اهو يا حبيب قلبي. بسم الله. نقلب بقى التوم بتاعنا كده، وخدي بالك عشان التوم ما بياخدش وقت وممكن يتحرق منك. ايدك كده تبقى فيه وتقلبي فيه اول باول. دقيقتين كده وتبصي تلاقي التوم ده احمر بقى اللون الدهبي كده، نروح منزلين الطماطم. نقلب، نستنى كده نص دقيقة ونقلب. ايدك تبقى فيه كده على طول، هو ان شاء الله ما بياخدش وقت يعني. شايفين الزيت بيعمل ازاي؟ خلي بالك بقى علشان الزيت دوت لسعته وحشة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يجعل البركة في الأكل بتاع المسلمين يا رب. اه يا حبيب قلبنا هنقلب برضو كده، ما نسويش عنه يعني، ننساه كده ولا حاجة وننتبه لحاجة تاني. بص لقيت حرق يبقى يعني خسارة حرام. اهو الجوانب زي ما انتم شايفين احمرت، تاخديها على جوه كده وتقلبي عشان كل التوم يحمر يبقى دهبي شبه بعضه. والله الاكل بتاع البيت فيه بركة ويبقى طعمه يعني بسم الله ما شاء الله. وخصوصا الفتة بتاع العيد الكبير لها طعم تاني بقى الله اكبر عليها. اهو يا حبيبي يبقى اللون دهبي اهو. احضر بقى الطماطم، خليها جنبك كده في ايدك عشان خاطر ايه في ثانية هتلاقيه بقى ايه اتحرق منك. لا الحقي بقى يلا كده. دي معلقتين خل حطيناهم على التومة والزيت، طشينا بيهم التومة. وهننزل كمان بالصلصة بتاعتنا الحلوة الجميلة الحمرا دي اللي ريحتها تجنن بقلب التومة. ونسيبهم بقى كده ايه يفوروا وياخدوا يدوا مع بعض، ونروح محضرين مع بعض ايه يا حبايبي تقليبة. فاضل لنا ايه تاني دلوقتي؟ فاضل لنا العيش بتاع الفتة، نكون محمصينه ومقطعين. اول نقطعه كده هو طري مربعات بالمقص، ونروح مدخلينه الفرن زي ما انتم شايفين كده. حمصناه بالمقص ده، انا بستعمل المقص ده اهو، بقى مقرمش كده وجميل. هننزل عليه بايه بقى؟ هننزل عليه بمغرفتين من الشوربة اهو. شايفين متحمص ازاي؟ مغرفتين بقى من الشوربة على العيش الجميل ده عشان يبقى طري كده وحلو.
وكمان مغرفة صلصة الجميلة اللي احنا عملناها. تقليبة بقى حلوة كده من ايدك الجميلة دي. وننزل بقى كمان بالايه، بالرز الابيض المفلفل بتاعنا المصري. طبعا انا كنت ضايفه التوابل بتاعت الصلصه ومظبطه الصلصه اهو. وبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا. وطبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ما نكترش في الكميات عشان الحاجه ما تبص والرز ما يدلقش حرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.